وببدأ ان انا اعجن العجينة بتاعتي زي ما انتم شايفين. ما شاء الله عجينة جميلة جدا، ما شاء الله. وبعدين بغطي العجينة بتاعتي واسيب العجينة بتاعتي تخمر. ما شاء الله ده شكل العجينة بتاعتي بعد ما خمرت، ما شاء الله. انا سبتها حوالي ربع ساعة عشان احنا في الحر، او ربع ساعة او نص ساعة، لكن لو احنا في ساعة ممكن تسيبيها من نص ساعة لساعة، لكن عشان احنا في الحر فبسيبها من ربع ساعة لنص ساعة. وبعدين كده ببدأ ان انا اكور العجينة بتاعتي، ويا ريت تخلوا العجينة بتاعتكم كلها قد بعض، الكور كلها قد بعض عشان القرص ما تطلعش قرصة كبيرة وقرصة صغيرة، كلهم يبقوا قد بعض. انا بعمل القرصة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده حوالي قد البيض، وبعدين بغطيهم واسيبهم يرتاحوا 10 دقايق. وعندي هنا دي الجبنة بتاعتي، وعندي الصينية بدهنها زي ما انتم شايفين. وعندي هنا ان انا هبدأ ابطط القرص بتاعتي، مش بضغط عليها جامد، بفردها فردة بسيطة كده، وبعدين بحط الجبنة زي ما انتم شايفين وبلمها بالشكل ده.